دايما بتتلخبط في حالات اف ومش عارف تمسكها في ايدك كويس. عايز اقولك ما تقلقش، لان دي مش مشكلتك لوحدك، دي مشكلة معظم الطلبة. بس على فكرة تبقى مغفل لو طلعت من الفيديو وما كملتوش لحد الاخر، لان وعد بعد ما تخلص الفيديو ده انت هتحترف حالات اف. مش بس كده، ده انت هتعرف تبدل كلمات بدل اف وتعرف تستخدمها بكل بساطة، لان انت في الفيديو ده هتعرف ازاي الاجنبي بيفكر فيها وهتكون زيك زي الاجنبي. لما نمسك حالات اف يا تانية ثانوي، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونصلي على الحبيب الاول ونوحد الله. حالات اف او اف كونديشن هما 4 حالات. اف كونديشنز 4 حالات. بتبدأ معاك بالحالة الصفرية، بعد كده الحالة الأولى، ثم الحالة التانية، أخيرا الحالة التالتة. الحالة الصفرية تعبر عن حقائق علمية. الحالة الصفرية تعبر عن حقائق علمية. الحالة الأولى تعبر عن احتمال حقيقي ممكن يحصل. لو المطرة مطرت انا مش هخرج من البيت، حاجة ممكن تحصل. لكن الحالة التانية خيال. يا سلام لو انا معايا مثلا لو معايا 20,000 دولار كده، كنت اشتريت الايفون وجبت لي كام طعمية حلوة كده ودلعت نفسي. اما الحالة التالتة انت بتندم على حاجة انت عملتها في الماضي ما تعرفش تغيرها تاني، زي انت مثلا ما ذاكرتش ولا قدر الله سقطت، فتيجي تقول يا ريتني كنت ذاكرت. نرجع للحالة الصفرية، واحنا قلنا ان الحالة الصفرية بتعبر عن حقائق علمية، والحقيقة العلمية دايما بتختار معاها مضارع بسيط. مثال: لو سخنت التلج هيسيح. لو سخنت التلج هيسيح او بيسيح، دي حقيقة علمية. if conditions او حالات if دايما بيكون فيها جملة شرط وجواب شرط. لو عملت كذا بيحصل كذا، اذا فعلت كذا هيحصل كذا، اذا سخنت التلج هيسيح. دي كده حالات اف. ادي الحالة الصفرية. طب الحالة الأولى احتمال حقيقي، بتستخدم معاها مضارع بسيط، بعد كده مستقبل. لو المطرة مطرت هقعد في البيت، مستقبل. الحالة التانية خيال، بتتخيل حاجة، وعلشان انت بتتخيل حاجة في المضارع بتاعك وانت مش عايز تتوه اللي قدامك، فانت بترجع خطوة للزمن لورا، فبتستخدم ماضي بسيط علشان تعبر عن الخيال. بعد كده what third condition او الحالة الثالثة، انت بتندم على حاجة في الماضي فبتستخدم had والتصريف الثالث للفعل، يعني ماضي تام. تستخدم ماضي تام. تعالى كده نشوف الجمل الانجليش اللي معانا. اول جملة معاك بتقول if you heat ice it melts. لو انت سخنت التلج بيسيح، ودي جملة مفيش ولا واحد في المجرة يعترض عليك معاها. تاني جملة if you study you will pass. لو انت ذاكرت والله ده حاجة ممكنة هتعدي. الحالة التانية if you have money. لو انت معاك فلوس او انا معايا فلوس I would travel. كنت اقدر اسافر. انت بتتخيل لو انت معاك فلوس، انت في الحقيقة مفلس معاكش جنيه. الحالة التالتة if you had studied. لو انت ذاكرت had والتصريف الثالث. لو انت ذاكرت او لو انا ذاكرت I will have passed. كنت عديت، لكن في الحقيقة انت ما ذاكرتش وما عدتش. مستر انا عايز حاجة بدل اف بقى، وعلشان ايه ما اقعدش استخدم كل شوية اف، فانا عايز حاجة بديلة اف. بدائل اف
لازم تعرف يعني ايه بدائل اف في الاول. قالك هي كلمات بتشيل اف وتحطها بتديك نفس المعنى. بدل ما تقول if you study you'll pass تقولها بطريقة تانية. وعلشان تقول بطريقة تانية فانت لازم تعرف الكلمات اللي تقدر تستخدمها. فتعالى كده الأول كلمة معانا وهي unless، ودي أهم واحدة. معناها if not إلا إذا. unless you study you will fail، لو ما ذاكرتش هتسقط. طب لو انت ذاكرت يبقى مش هتسقط. بتساوي if you don't study، لو انت ما ذاكرتش you will fail، هتسقط. خلي بالك ما ينفعش اطلاقا تحط not بعد unless، لان مفيش حاجة عندنا في الانجليزي اسمها نفي الجملة مرتين، هي نفي مرة واحدة بس. ف unless منفية بكلمة on، فلا يجوز شرعا انك تحط not. يعني ما ينفعش تقول unless you don't study، دي غلط. بس تقول unless you study لو انت ما ذاكرتش. تاني حاجة معانا هي as long as provided، معناهم بشرط. هتنجح بشرط انك تذاكر you'll pass as long as you study، يعني لو ذاكرت هتنجح بشرط تذاكر. كذلك providing و provided التلاتة معناهم بشرط، التلاتة بنفس الاستخدام. تالت حاجة in case of و in case. what is the difference between in case of and in case؟ in case يجي بعدها جملة. مستر هو ايه الفرق بين in case و in case of؟ of هنا حرف جر، وحرف الجر يأتي بعده اسم. ما ينفعش تاجي تقول انا هجيب فعل بعد حرف الجر. وعلى فكرة دي كل اللغات بتاعت ربنا كده. انت في العربي يا مؤمن ما ينفعش تاجي تقول انا احط فعل بعد كلمة حرف او بعد حرف جر. يعني ما ينفعش تاجي تقول في يلعب. مني في يلعب يعني ايه في يلعب؟ تقدر تقول في المدرسة، في النادي، في الحياة عموما، لكن ما ينفعش تاجي تقول في اليلعب ايه يعني؟ مش فاهم. يبقى in case of يجي بعدها اسم. ليه؟ لان of حرف جر. مستر هو انا ممكن احول الفيرب لكلمة؟ يعني ينفع احول الفعل واخلي الفعل يتحول لاسم؟ ينفع. ازاي؟ هتحط على الفعل ing، هتحط في اخر الفعل ing. يا بدل ما تقول play هتقول playing. لعب، play يلعب، playing لعب. تمام. يبقى in case of يجي بعدها نون او verb او ing، لان الverb او ing بيساوي النون. in case of rain cancel the match. في حالة ان في مطر وقف او الغي المباراة بتاعتك. لكن in case محتاجة جملة ومعناها احتياطي او تحسبا، مش معناها في حالة، معناها احتياطي او تحسبا لكذا انا هعمل كذا. مثال take umbrella in case train. خد الشمسية بتاعتك في حالة ان كان في مطر. احتياطي هتاخد الشمسية بتاعتك او الامبريلا بتاعتك. رابع حاجة but for without معناهم لولا او بدون. without your help I would fail. بدون مساعدتك انا كنت سقطت. في كلمة تانية اسمها في 24 وهادم before. ركز
were for معناها لولا لكن دلوقتي. if it weren't for معناها لولا بس دلوقتي. لكن had ماضي زمان. hadn't been for لولا لكن زمان. ودول الاتنين مع بعض شكل متقدم من without بدون. لولا دلوقتي ولولا زمان. if it weren't for hadn't been for. يعني عايز تقول if it weren't for you I would fail. لولا انت ساعدتني انا كنت سقطت. ده دلوقتي عشان if it weren't for you. لكن لما تيجي تقول if it hadn't been for you I would have failed. I would have failed. زمان حاجة حصلت زمان. unless تعالى كده يا باشا المختصر المفيد. المختصر المفيد. if دي جملة شرط لازم ليها فعل شرط وفعل الشرط لازم له جواب شرط. if عندها 4 حالات. الحالة الصفرية حقائق علمية. الحالة الأولى حاجة ممكن تحصل. الحاجة التانية انت بتتخيل. التالتة انت بتندم على حاجة في الماضي. الصفرية والأولى بتستخدم معاهم مضارع بسيط. التانية بتستخدم ماضي بسيط. التالتة بتستخدم ماضي تام. بدائل اف اهي. اول حاجة unless الا اذا تساوي if not. as long as بشرط in case of في حالة لكن in case of بيجي بعدها verb او ing او اسم. in case بيجي بعدها جملة. without بدون او لولا. if it weren't for if it hadn't been for. ومعاك كلمة تانية اسمها when معناها عندما. بس كده يا باشا ده كان الجرامر كله. استناني في فيديو الحل علشان تعرف ازاي تحل بالجمال اللي انت شفته ده. قبل ما تخرج من الفيديو قول لي ايه رأيك في الكومنتس في الشرح ولو في حاجة ممكن تتعدل عدلها. وسلام.